أنا غادة إبراهيم، مرحبا بك معنا. أنا شخصيا صديقة على الفيسبوك طبعا. واليوم نتحول عبر مهرجان سينما المؤلف بالرباط إلى واقع لقاء واقعي. الآن تحضرين إلى الرباط للمشاركة في هذا المهرجان. نعرف حبك الشديد للمغرب ولا يمكن أن نناقش أن أصولك كذلك مغربية. ماذا تقولين عن هذه الزيارة؟ اولا ازيك يا خديجه، الحمد وحشتينا لله. وانت صديقه عزيزه جدا جدا بجد. يعني مش فيسبوك بس، ده انت صديقه عزيزه جدا. انا شرف لي ان انا موجوده لاول مره في مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف برئاسه الدكتور عبد الحق منطرش. وشرفت ان انا قابلت كم من الفنانين المغاربه اللي اول مره بصراحه اشوفهم، زي الجميله المكرمه لاله فاطمه لوكيلي، وزي القدير عبد الله فركوس. بس بجد يعني وداود سيد، يعني في كتير مغاربه موجودين محترمين قابلتهم، والمخرج كمال يعني ما شاء الله، يعني قابلتهم النهارده في المهرجان الافتتاح اللي كل يوم في ندوات وكل يوم في اعمال. انا حبي المغرب مش عشان بس جذوري مغربيه، وانا فخوره ان جذوري مغربيه. انا حبي للمغرب بالفطره، يعني انا لو حللت الدم اللي عندي كرات بيضاء وكرات حمراء وكرات مغربية. والله بجد كرات مغربيه، يعني ماشي في دمي، حب المغرب ماشي في دمي بجد. حب بالفطره غريب الشكل. صحباتي في مصر معظمهم مغاربه، حتى في الجاليه العربيه اللي بقابلهم في كل بلد بسافرها، لاني من هواة السفر وبعشق حاجه اسمها السفر. بقابل مغاربه من كل الاعمار وعلاقتي بيهم. في مصر الفنانات الكبار المغاربه زي الجميله الرائعه اللي انا عاشقه ليها على المستوى الشخصي وعلى المستوى الانساني، سميره بن سعيد. يعني مش عايزه اقول لك بن سعيد يعني بتنطقيها مغربي كمان. هي سميره بن سعيد شئت او ابيت اصلا. بنتقابل في بيت الشيخه فاطمه الفاسي، فاطمه جنابي مغربيه الاصل، وبتلم دايما الجاليه المغربيه عندها في البيت. وانا من على مدار 20 سنه بشوف الجميله سميره بن سعيد وسمعتها الرائعه والاسطوره، يعني اسطوره ورائعه، بسمعها لايف كده قدامي بدون مزيكا، في قعدات عشاء، في قعدات عند الجميله الشيخه فاطمه الفاسي. فانا علاقتي بالمغرب لا، دي حدوته تتحكي وتتغزل. وبجد انا يعني لو قالوا لي مثلا غدا تتمني تاخدي جنسيه ايه تاني مع المصريه، اخد الجنسيه المغربيه صراحه، لان شرف ليا بجد. وكمان صراحه يعني سيبك بقى من الشعب المغربي وجمال الطقس والمكان واللبس والمكل وكل شيء حاجه. انا بالملك محمد السادس مش عايزه اقول لك بجد، لسه حبيبه قلبي حياة جبران، اخت لاله ثريا جبران، كانت جايه لي يوم الافتتاح على الاوتيل، قالت لي انا شفته في الاشاره في العربيه وعملت له هاي. ملك ماشي بدون حراسه وبدون موكب وبدون شي حاجه، ماشي سيارته الخاصه مفيش غير سياره واحده وراه وبيحيي المواطنين وعادي. لا، ده مش قمه التواضع، ده ما بيحصلش عندنا في البلاد العربيه الجمهوريات. صح. يعني البلاد الجمهوريات نو واي تلاقي رئيس دوله ماشي بدون موكب وبدون حراسه ويحيي الناس كده. حتى رئيسنا السيسي مش عدم تواضع، بل بالعكس انا عاشقه للرئيس السيسي بس عشان النواحي الامنيه. فانا سالت حتى ازاي الملك يمشي عندكم، الملك محمد السادس ازاي يمشي بدون حراسه بدون شيء؟ ما ممكن حد مختل يعني يعمل. لا، هو في حراسه، اكيد في حراسه، بس هو حياته اللي تعودنا عليها التواضع. الرد اللي سمعته اللي اسلك صدري، قالوا لي يعملوا له حاجه وحشه ليه طبعا. قلت لهم ازاي؟ مش في ممكن يبقى في حد عنده مشكله، ممكن يبقى في فقر. قالوا لي في حكومه، هو الملك خير وطول الوقت بيعمل مشاريع خيريه والشعب بيحبه، يعملوا له حاجه وحشه ليه؟ الرد ده مش عايزه اقول لك بجد، وقفت عنده يمكن طبعا 30 ثانيه مش مصدقه الرد. رد تلقائي، يعملوا له ليه؟ فعلا يعملوا له ليه؟ سؤال مهم. ملك محبوب خير، مفيش في ايده حاجه يعملها الا ما بيعملها. لا طبعا بجد، لا لازم يتحب، وانا بحبه، انا حب شخصي بجد. طبعا هو الملك على فكره، عفوا غاده، هو الملك يمكن الوحيد اللي في العالم العربي من مع بعض الملوك يمكن في اللي ما طلعش للشعب. مثلا احنا كانت عندنا حركه في المغرب وكذا، فلم ما قامش الشعب وقال مثلا يسقط النظام ولا ارحل، فيش يعني ده
حبيبتي انا يسجله التاريخ أول في المرحله اول الحاضره رد سمعته يعملوا له ليه احنا بنحبه. اذا ده ملك محبوب من شعبه، هو مواطن قبل ان يكون ملك محبوب طبعا. ما ما اجمل ان يبقى عندك الملايين دي بتحبك يا اخي. ده انت والله انا واحده من الملايين اللي بتحبك يا الملك محمد السادس. يعني بارك الله فيك في الخير اللي بتعمله وفي الحب اللي انت حافظه من الملايين الجميله دي بجد. يعني حب الناس ده كنز 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 طبعا. فانت عندك كنوز. بارك الله فيك. شكرا لك غاده، وبتمنى لك التوفيق، وانت دايما مشرفانا في المغرب. حبيبتي شكرا بارك لك. الله فيك يا حبيبتي. ميرسي.